في قلب الأراضي المصرية القديمة كان يعيش مزارع فرعوني يدعى حور، بشرته فاتحة وشعره طويل متماوج يعبث به نسيم النيل اللطيف. حور لم يكن مجرد مزارع، بل كان خبيرا في فنون الزراعة والري، فمنذ نشأته تعلم كيف يستغل عطايا النيل لضمان حياة مزارعه وحياة قومه. كان حور يبدأ يومه باكرا، يصحبه فيه أطفاله إلى ضفة النيل حيث الشدوف، تلك الأداة العجيبة التي تجعل عملية ري الأرض أكثر سهولة. كان الشدوف يتألف من عمود طويل مع دلو في طرف وحجر ثقيل في الطرف الآخر ليوازن الأذن. يعلم حور أبنائه كيفية استخدام الشدوف وفوائده في نقل الماء من النيل لري الأرض العالية، فيما يجلس حور تحت شجرة جميز كبيرة ليريح نفسه من عناء العمل، يراقب أمواج النيل بهدوء، يتحدث لأطفاله عن أهمية النيل كمعطي الحياة، يشرح لهم كيفية تنظيم مواسم الزراعة حسب الفيضانات النيلية، يشرح كيف أن موسم الفيضان آخت يأتي ليغمر الأراضي بالمياه الغنية بالطمي ليجدد خصوبتها، ثم يأتي موسم البركات برد حيث تزرع الأراضي بمحاصيل القمح والشعير، وأخيرا موسم الحصاد الشمو حين تجبى المحاصيل وتخزن للمستقبل. يستمر حور بشرح كيفية تقسيم العمل بين أفراد القرية، كل منهم يقوم بدور محدد في دورة الحياة الزراعية، فما بين مستخدم للشدوف ومزارع يحرث الأرض وآخر يحصد المحاصيل. يتعاون الجميع لضمن وفرة الغذاء وسلامته. بينما الشمس تستعد للغروب، يغادر حور حقوله، ناظرا من حوله لنهر النيل الذي يتمايل بخفة إلى جانبه حقول خضراء تعج بالحياة. يعد أطفاله بحكاية جديدة في الصباح التالي، حكاية تحمل في طياتها خبرة الآباء ونصيحة الأجداد، وتاريخ يروي شغف الإنسان باتصال الطبيعة والحضارة.